من ذول 26 لاعب كم واحد يستحق انه يستمر للمرحله القادمه؟ اول يوم قلت لك اني، اول يوم قلت لك لو اني مدرب ممكن ال 26 كلهم مو باخذهم. انت مدرب. نعم، بالرؤيه الفنيه انت محلل اهم من المدرب، وانت مدرب منتخبات. بالرؤيه الفنيه الواجبات والعطاء والنتيجه تحدد بقاء يعني فهد طالب يستحق يبقى بالمنتخب؟ هو هسه تعرفت كل الناس. جلال حسن يستحق. شوف انا احمد باسل يستحق، ريبين سولاقه يستحق، فراس بطرس انت بس لا تعدد لي، بس لا تعدد لا، مو انا اريد اسماء كابتن. احنا نظل نحكي بالعموميات. احنا باوعني ما اجي استعفل المرض واطلع. انا قلت لك ال 26 لاعب لو اني مدرب ممكن ال 26 اني ما اخذهم. ال 26 زين. كلهم ما اخذهم. بس هنا اكو سؤال جاوبتك بس انت ما تريد تعرف. قلت لك النتائج والاداء وعطاء اللاعبين هو من يحدد اللاعبين. هسه من اللي يبقى؟ اسمعني يا اخوي، اسمعني. من اكو عندك لاعب اليوم تقييمه 4 ولاعب ملاعب، انت شكو مبقي بالمنتخب؟ من لاعب تقييمه 4 ولثلاث مباريات اعلى تقييم حصل عليه 5، كيف التنبقي بالفريق؟ ليش التنبقي بعد المنتخب؟ ليش ما تبحث عن الاخرين؟ عموما حتى لا يعني اكثر احزان العراقيين. فريقنا بحاجه الان الى مدرسه جديده، وفريقنا منتخبنا الان بحاجه الى رؤيه واستراتيجيه مدرسه جديده. يعني مدرسه جديده يعني ارنولد شكرا جزيلا. أنا ما أحدد أنه أرنولد، أنا مدرب ولا لا، من تقول مدرسة جديدة يعني أرنولد شكرا جزيلا. مدرسة جديدة تعتمد على رؤياها المستقبلية لإيضاح الأسلوب والأداء اللي يؤديه المنتخب العام. ما هو الأسلوب؟ شنو الأسلوب اللي خرجنا به إحنا الآن؟ أريد واحد يقول لي شنو الأسلوب اللي إحنا خرجنا به كمنتخب عراقي ببطولة كأس العالم.